بسم الله الرحمن الرحيم. الآن حنا بجانب دوار الشاطئ. دوار الشاطئ في الفترة الحالية يعتبر أقدم دوار المغرب. هو العمر ديالو يتجاوز 80 سنة. هو خضع لمجموعة من التجارب. بطبيعة آخرها كانت تجربة ديال إعادة الهيكلة في 1999، عفوا اللي تقررت في 92 بعدما تم تحويل الاستفادة ديال الوحدة واحد في ظروف مجهولة لدوار ذراعو. بقات العملية ديال إعادة الهيكلة متعثرة إلى 1992 حتى الوقت اللي بدأت إعادة الهيكلة في 1992 عفوا في 99. فهي ما واكبتهاش الاشتغال على الشروط التقنية والتعميرية اللي المفروض أنه لذلك فإعادة الهيكلة كما تنقولوا كان غياب ديال إشراك المجتمع المدني في المرحلة الأولى، وكان نوع من الارتجالية، أي أنه كان فقط الاشتغال على تصميم طوبوغرافي في غياب تصميم نهائي اللي بطبيعة الحال تيخلي الدوار ديال انه بالفعل تيخضع العامل ديال اعاده الهيكله بالشروط اللي هي متعارف عليها، اللي هو الاحترام ديال المثلث ديال الجانب التقني والجانب الجمالي والجانب الصحي. هاد الشروط اللي ما تسماش المراعاه ديالها، بل ممكن نعتبر ديال انه اعاده الهيكله في دوار الشاطئ هي عندها مفهوم اخر، اللي هو تنحيدوا البراكه ديال القزوز ونحطوه في بلاصه الهيكل ديال الياجور دون اي اعتبار لا للبنيات التحتيه لا للمرافق الاجتماعيه لا للمرافق الاقتصاديه. معنى هذا ديال انه دوار الشاطئ هو فيه 32 عفوا الا كانت المدينه فيها 32 الف نسمه، فدوار الشاطئ فيه 16 الف نسمه، اي ان 50% من النص ديال السكان هم تيعيشوا بدوار الشاطئ. هذا الدوار هذا اللي هو تاسس في الثلاثينيات ديال القرن الفايت، وهذه العمليه هذه طبعها واحد النوع من الارتجال بطبيعه الحال في غياب المجلس البلدي بالبت المطلق، لان المجلس البلدي ما عمره ما كان متدخل هنايا، وكانوا تعتبر دوار الشاطئ هو فقط بمثابه وعاء احتياطي للانتخابات. وكان التوجه اللي كان هو انه خاص الدوار يبقى، لانه تيشكل هذاك الرصيد الاحتياطي ديال الانتخابات. كاين جانب اخر حتى دوار الشاطئ من بعد عدم الاستفاده ديالو من التجزئه الوحده واحد، هو خضع لواحد العمليه اللي نعتبرها عمليه الغربله. الناس اللي عندهم القدره باش يبنيو في التجهيز جاو لدوار الشاطئ، الناس اللي ما عندهمش باش يبنيو في دوار الشاطئ مشاو للتجهيز، وبمعنى كانت واحد الهجره معكوسه. ولا شارع تيفلت هو فاصل ما بين الناس اللي كما تنقولوا حنا الناس اللي الاصيلين ديال الدوار اللي وليداتهم قراو وهذا وتوظفوا مشاو للتجزئه، وبالتالي خلاو في البرارك ديالهم خلاو جاو ناس اخرين اللي ما عندهمش امكانيات. بالتالي هذه الغربله هذه ولينا امام واحد الحزام ديال البؤس ديال الفقراء حقيقيين، بمعنى اللي ما عندوش القدره باش يبني جا دوار الشاطئ. اعاده الهيكله نقدر نعطيها في ارقام باش نبين حجم المشكل، باش نبين الحده ديال المشكل. هو كاين 3000 براكه تسكنها ازيد من 5324 اسره في واحد المساحه اللي هي ضيقه، لان واحد الجانب من الدوار هو توجد في الواد. هذه كلها مشاكل اللي ما يقدرش تحل ما بين الليله كما تنقولوا في واحد الظرف اللي هو قياسي، على اعتبار ديال انه هو مشكل اولا مشكل اجتماعي حاضر فيه ما هو اقتصادي بقوه، بمعنى انه الناس مدقدقين كيفاش واكثر من ذلك حتى انه المسؤولين لا على المستوى المحلي ولا الاقليمي اللي المفروض انهم ياخذوا المبادره من اجل التفكير في الحلول فهم في غياب. وعندنا واحد النوعيه ديال السكنه ايضا باش نكونوا موضوعيين. حتى نوعيه السكنه اذا اللي عندنا راه بمعنى ما كاينش ديك الملحاحيه ديال من اجل المطالبه بالحق في السكن، على اعتبار انه حق اللي هو اولا تضمن كل القوانين والمواثيق. لا يعقل
انه الناس هنا في دوار شرطي تيعيشوا في واحد الوضع اللي هو كارثي. الناس الصرف الصحي تتهزوا بالغرار باش تكبوا في الزنقه. تلقاو 4 5 ديال الاسر، لان عندنا الاسر المركبه تيعيشوا في اقل من 40 متر، في الظروف اللي هي ربما تتحط من الكرامه. المنطقه الفيضيه هو واحد الجزء من دوار الشانطي اللي دابا راه في هذه الحراره، راه الناس راه مقهوره، وفي نفس الوقت راه ملي تكون الشتا ايضا الناس تيهزوا من الموت، وديك البرارك، ديك البيوت ديال الطين تيطيحون، بالتالي ان المعاناه مستمره في الصيف مقهورين منحورين، وفي الشتاء منحورين، بالتالي انهم تيعيشوا المعاناه 12 شهر بشكل مسترسل. الان راه القنوات ديال الصرف الصحي في المدخل ديال الدوار تيكبوا على الناس، بمعنى انه ولا دوار شاطئ هو مطرح ولا مصب للصرف الصحي، بمعنى انه لا كان شي قنت تيعيش من المعاناه حقيقيه. اعتقد انه دوار شاطئ هو يعتبر نموذج، واللي يعتبر ماده دسمه للمحللين باش يشوفوا انه هاد الناس كيفاش صابرين، وبالتالي انه راه النيس، راه دوار شانطي اقدم دوار بالمغرب. حتى الناس اللي ممكن انهم عندهم هذا راه ما بقاوش. تعتقد راه هذا جزء من النقاش، ولا ربما الاخوان لانهم هما كاين اللي فيهم اولا من الساكنه، وكاين اخوان اللي هما ايضا بالامكانيات القليله ورغم الصعوبات اللي شغالنا، لان ما يمكنش يشتغل مجتمع مدني في هذه الظروف هذه، لان صحيح كاين اكراهات اللي هي حقيقيه. هاد الاخوان هذو ممكن يعطيو شهاده تحيه للتعزيز او لاعطاء بعض التماظهرات الاخرى ديال هذه المعاناه هذه اللي ما يمكنش، لان حتى الكاميرا ما يمكنش تنقل المعاناه من خلال الكلام، لانه كون كانت بعض التقنيات اللي تتصور وتعطي تحط الناس في هذا كانت تكون افضل، لانها غتكون ابلغ على مستوى توصيل الرساله. وشكرا.